ابن البحيري خلاص ولت ايامه ان شاء الله. مين البديل لما تروح دلوقتي؟ المرشح لهذه المهمة 2 علي جمعة وتلامذته ودول مكشوفين، بس الخطر كله في الراجل ده سعد الدين الهلالي. ليه؟ انه بيلعب بالكلام، هو اصلا فقيه يعني دارس مقارنة الفقه المقارن، فيقدر اللي عايز يضلل هيضلل وبالعلم. وانا بقول لك دلوقتي البيرة بقت حرام، فعمرو اديب بيقول لا يا عم استنى، ده اول مرة اسمع الكلام ده، خلينا نسمع الكلام ده تاني اهو. يعني انا فاهمني، انا اول مرة اسمع كده. انت عايز تقول لي مثلا ان البيرة مش حرام؟ احنا قلنا المسائل خلافية، البيرة دي ليست متخذة من العنب وانما متخذة من الشعير. هذا الشراب اذا اسكر كثيره فاذا قليله حرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفه قال لا، انا مش مع الجمهور، انا ابو حنيفه شايف ان البيره حلال. البيره القدر غير المسكر. ايوه يعني ياخد كوبايه يعني ويمكن الكوبايه ممكن تسكره، تفترض لا حسب قدر الانسان، حسب بنيه الانسان. ممكن بنيه الانسان معقود، ممكن مفهوم، هيجرب بره يعرف اللي هو القدر غير المسكر. كوبايه نعم، ده وجهه نظر ابو حنيفه، وابو حنيفه شايف كده. نعم، وده مساله مش خفيه، دي مساله من المسائل الاميه. خلى ابو حنيفه يقول ان البيع حلال، شفتوا ازاي؟ ده مضلل، لا يمكن ابدا ان ياتي الى شيء مسكن كثير فيقول قليل حلال. لكن شوف التزوير والتضليل اهو. ما انا بقول لك والله العظيم لو عايز سعد الهلالي يعمل لك الكباريه مسجد، انا اقول له يا دكتور سعد هنتقابل في المسجد بكره في صلاه الظهر، فلاقيه بيستنيني في كباريه، اروح المسجد ما الاقيش، وانا استنيتك في المسجد. فين المسجد؟ يقول لي الكباريه اللي في شارع العرب اللي اسمه كذا وكذا. قلت له ده مش مسجد. قال ازاي يا اخي؟ اصل مش قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور؟ فحولنا الغرزه او الكباريه لمسجد وما تقدرش تتكلم معاه. ده عمرو اديب نفسه اللي هو محسوب على العلمانيين ما قبلش منه الكلام ده. قال له يا عم انت بتتكلم ازاي؟ كوبايه يعني بيره ما تبقاش الدنيا ولا حاجه. شوف الشيخ اللي اما الشيخ يوصل انه يهزأ نفسه بهذا الشكل، انت متوقع ايه؟ اصبح دلوقتي الخمره في اعتقاد الراجل ده بقت حلال. طب اسمعوا كده النقطه دي. شهيد كل من مات من دينك على وجه حق ولم يكن بوجه حق ولم يكن ميتته ميته طبيعيه فهو شهيد. طب ما هو ممكن يكون طالع بيسرق على المواسير، قلت لك هو مش شرط من ضمن الشروط. لا انه لا على الحق. ايوه يعني اذا واحد خارج للكوره حق ولا باطل؟ مباح في حق. طيب واحد المباح بقى حق. واحد خارج سياحه مباح. واحد خارج ليطلب الرزق مباح. واحد خارج ترقص دي شهيده ان شاء الله لو ماتت. فبقول لك ايه اسمها في لحظه هي 24 ساعه ولا هي في 24 ساعه؟ ده احنا نولد القطه ده احنا يا استاذ ربع ما يمكن لحظه ربع كان ذهب الى من اجل تجيب لقمه عيش تاكلها. واضح فعلا راح تجيب لقمه عيش تاكلها يعني. راح ترقص وتجيب لقمه عيش تاكلها. ما كله بياكل عيش، تاجر المخدرات بياكل عيش، دول كلهم شهداء بقى. يخيبكم والله حاجه تكسب. هذا اللي جاي في القناه الاولى بتاع التنوير. نور يا عم سعد، ايه التنوير العجيب ده؟ شوف بقى واحد قال لك من الاخر مهرطق زيه كده من تونس، قول نعاود ونكرر الخمر حلال بنص القرآن. قولوا لي بقى يفرق ايه سعد الهلالي لما يوصل الناس ان احنا نقبل، يقول لك ده رأي فقهي ومقبول، البيرة حلال. طيب الراجل جابها من الاخر. ادي الفرق بين سعد الهلالي بدل اللف والدوران والتجارة بالدين، جه الراجل هنا العلماني المهرطق ده وقال لك الخمر حلال بنص القرآن. اعود واكرر الخمر حلال بنص القرآن. اعود واكرر. سمعنا سيدنا الخمر
حلال بنص القرآن. اتفضل. مش عايز واحد يتفرس او يقوله مغص لما يسمع الناس دي رايحين يعملوا ببلدنا كده حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم ويرينا فيهم يوما اسودا. والله شيء محزن.